أحمد سعد ينشر فيديو من داخل الحمام وهو عريان تماما، والجمهور ايه اللي انت عامله ده، وهجوم كبير عليه ملوش أول من آخر. وباسم السمرة بيهزر مع الجمهور وبيحمل الأضحية بتاعته. تعالوا نشوف ازاي ده حصل. من يومين وأول أيام عيد الأضحى شارك الفنان باسم السمرة جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام صور من احتفاله بعيد الأضحى المبارك قبل ذبحه للأضحية. وظهر باسم سمرة وهو بيرش مية على الأضحية وكتب وقال: حمية العيد، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. وطبعا انهالت التعليقات من الجمهور والفنانين بالضحك والهزار، وأبرز التعليقات تقصد آخر حماية ليها. المهم، أحمد سعد بعد باسم سمرة حب يشارك جمهوره هو كمان فرحة العيد، ولكن بطريقة كريتيف شوية وعلى غير العادة. نشر الفنان أحمد سعد فيديو هو بيستحمى من داخل حمام بيته على حسابه الرسمي انستجرام، وظهر في الفيديو والشاور مالي جسمه وبيرقص وبيغني على أغنية يا ابن المحظوظة مبروك، وكتب وقال: لما تستحمى حمية العيد. وسخر الجمهور من أحمد سعد في تعليقاتهم على الفيديو اللي نشره، وكتب إحدى المتابعين: لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يهديك. وفي اللي كتبت وقال: تقريبا أنا جيت في وقت غير مناسب. وفي اللي قالت: مش خايف تتلبس يا ابن المحظوظة. وفي اللي قال له: هو ده عادي بالله عليك؟ يا ابن المحظوظة مبروك 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 يا ابن المحظوظة محظوظة مبروك 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 مبروك. تفتكروا اللي عمله أحمد سعد صح ولا غلط؟